السلام عليكم. يا رب كلكم تكونوا بخير. مبدئيا كده بعتذر جدا على صوتي، واخده دور برد شديد شويه، برد المروحه طبعا كلكم عارفينه. هنحضر بقى مع بعض النهارده كيك السينابون، خطير يا جماعه، وهنعمل ليه حته صوص رهيب. تابعوا الفيديو للاخر ويلا بينا نبدا. في الخلاط هحط حبتين من البيض وظرف فانيليا وكوبايه الا ربع من السكر، وهبدا اخفقهم شويه حوالي 5 دقايق كده. وهرجع بقى بعد كده ازود تلت كوبايه زبده على زيت، ممكن زيت بس، وكوبايه الا ربع حليب سخن. هتلاقوا كل المقادير موجودة بالكوباية وبالجرام في الوصف. خفقت شوية ونزلت بالمكونات السائلة في بولة، وهنخل بقى عليهم المكونات الجافة. عندي معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر، ورشة ملح، وكوباية ونص دقيق عادي. هنزل بالدقيق على 3 مرات، اقلب، ومجرد ما الدقيق يختفي انزل بشوية كمان، يعني نص كوباية بنص كوباية وهكذا. والتقليب بيكون من تحت لفوق بالشكل ده. بالنسبة بقى للمقادير دي تكفي العمل صينية كيك واحدة بس. حابين اكتر ضعفوا الكمية. ضفت كمان معلقة كبيرة من الخل، وبنضيف الخل هنا كمحسن للكيك. هاخد بقى تلت كوباية او نص كوباية من خليط الكيك، وهبدأ اضيف عليه معلقة كبيرة ممسوحة من القرفة، معلقة كبيرة كاكاو خام، معلقة كبيرة سكر، ومعلقتين كبار من الحليب. هقلب كويس وهحاول اوزن قوام الخليطين يكونوا زي بعض على قد ما اقدر. عندي بقى هنا قالب كيك مقاس 23، هو ده شكل الوردة المتوفر عندي. وهقول لكم على عيوب التسوية في القالب ده في اخر الفيديو. استخدموا اي قالب متوفر عندكم قريب من سعة القالب ده. نزلت بنص خليط كيك الفانيليا، وبعد كده كيك اللي بنكهة القرفة، وبعد كده هنزل بالنص التاني من خليط الفانيليا بالشكل ده. خبطتين بقى كده في الرخام عشان الكيك ما يكونش فيه فراغات كبيرة، وبدخله على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. ودلوقتي هبدأ اعمل صوص السينابون. في الخلاط هحط ربع كوباية حليب، نص كوباية سكر بودرة، مكعبين زبدة حوالي 30 جرام، ومعلقتين كبار لبن بودرة، واربع مكعبات جبنة مثلثات. انا هنا ضعيفة الكمية عشان انا بعمل قالبين كيك. هضيف بقى ظرف فانيليا وهخفقهم كويس قوي. ده قوام الصوص اهو، دخلوه التلاجة شوية لغاية الكيك ما يستوي، وطلعوه قلبوه وضيفوه على الكيك. الكيك هنا بقى استوى بعد ما غلبني. مبدئيا كده عشان قالب الكيك خفيف حطيته في حلة ألومنيوم، ولانه غويط استوى من بره بسرعة وفضل قلبه ني. عشان ما يتحرقش بقى من بره حطيت في أرضية الفرن صينية فيها مية، وسبته لغاية ما استوى كويس، والستيك طلعت منه نظيفة. اما الجزء البومبي ده من فوق فشيلته بالسكينة وسويت السطح كويس زي ما انتم شايفين. الكيك طري ازاي وجميل ازاي. هصب بقى عليه صوص السينابون. القالب الاول زينته بشوية من بسكوت البوريو المطحون وصوص النوتيلا، او بديل النوتيلا بمعنى اصح. تمام كده. اما القالب التاني زينته بشوية من بسكوت اللوتس وصوص اللوتس، او بديل اللوتس بما ان اللوتس مقاطع. الكيك طري وجميل وطعمه تحفة. بتمنى تكون الوصفة عجبتكم، جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. اشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير بإذن الله. كنت معاكم شيماء الحلواني، مع السلامة.